اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. فاكرين الزهره الزرقاء اللي اهالينا كانوا بيستخدموها زمان مع الغسيل الابيض؟ كانت بتطلعوا لونه ابيض مزهزه كده ومفهوش حته الصفار اللي بتكون موجوده دلوقتي في الهدوم. ولكن مشكلتنا كلنا مع الزهره الزرقاء ان احنا بنخاف تلطش الهدوم، ويعني انا ملاحظه ان كلنا بعيدنا عنها في الفتره الاخيره دي. تعالوا بقى نحل مشكله الزهره الزرقاء دي. ولو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. هنجيب حله فيها ميه سخنه، والافضل ان هي تكون وصلت لدرجه الغليان علشان هندوب فيها معلقتين كبار كده من الزهرة الزرقاء. الزهرة الزرقاء على فكرة متوفرة لحد دلوقتي عند كل بتوع المنظفات، يعني مش مختفية ولا صعب ان انت تجيبيها ولا حاجة. اعتقد الكيس ده كان فيه كيلو، بيتهيألي كان سعره 15 او 20، انا والله مش متذكرة لاني كنت جبته من فترة وكنت عملت معاكم الفيديو بتاع صابون الغسيل بالزهرة الزرقاء. عايزة احط معلقتين كبار من الزهرة ولازم اقلبهم كويس، لان الزهرة دي من عيوبها ان هي عاملة زي النشا كده، لو ما كناش نقلبها كويس هتبقى مكتلة وهتبقى مرقدة تحت في الحلة، فلازم نقلبها كويس. عشان كده احنا استخدمنا النهاردة مية مغلية، بتساعد معايا وبتسهل ان الزهرة تدوب في المية بمنتهى السهولة. طبعا الزهرة الزرقاء بتاعت الغسيل الابيض بس، يعني لو انا عندي غسيل ملون مش هينفع ان انا استخدم فيه الزهرة الزرقاء. حطيت معلقتين هرميين ودوبتهم كويس في المية. هركنها بقى على جنب دلوقتي وهجيب الدوني. فاكرين يا جماعة الدوني اللي احنا عملناه في القناة هنا؟ كنا عملنا منه تقريبا 17 او 18 لتر وكانت تكلفته بسيطة جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه او الطريقة بتاعته في صندوق الوصف. الدوني انا بحبه مركز تقيل كده زي ما انتم شايفين، يعني انا ما بحبش احطه خفيف علشان لما يتحط على الهدوم تبقى ريحته حلوه. دلوقتي بقى جبت جيركن الدوني بتاعي وحطيت عليه الحله اللي كان فيها الزهره بالميه، الزهره الزرقاء بتاعتي. هبدا بقى كده ان انا ادوبهم واخلطهم مع بعض كويس جدا جدا، ويبقى احنا كده عملنا حاجتين في حاجه واحده. ايه هي؟ ان احنا عطرنا الملابس وفي نفس الوقت ان احنا زهرناها. بدل بقى ما نحط الزهرة كده ندوبها مثلا في شوية مية وندلقها على الغسيل وبعدين نرجع تاني نحط الدوني. انا الغسالة بتاعتي انا فوق اوتوماتيك، اللي هي الباب بتاعها من فوق. بالنسبة للناس اللي عندها الغسالة الاوتوماتيك هتاخد المقدار بتاعها اللي هي بتحطه وهتحطه في الدرج، سواء بتاع الزهرة سواء بتاع الدوني. يعني انا معرفش بصراحه نظام الغسالات اللي هي الباب بتاعها من قدام، بس انا بتكلم عن نفسي. بقلبهم مع بعض كويس قوي قوي وبدوبهم، وبعدين باخد منهم المقدار بتاعي اللي انا بحطه من الدوني او من الزهره الزرقاء. بصراحه انا ما كنتش بستخدمها لان كنت بخاف ان هي تلطش لي الملابس، بس لما جربت الفكره دي بصوا اختلطوا ببعض، وحكايه الميه السخنه دي دوبت معايا الدوني تماما ودوبت معايا كمان الزهره وخلتهم يختلطوا ببعض كويس جدا. وانا دلوقتي هرجع اعبيهم تاني في ازايز او في جراكن. انا والله يا جماعه الفكره دي عاملاها ليا انا في البيت، وقلت لازم اخليكم تستفيدوا منها، لان انا متاكده ان ناس كتير ما بتستخدمش الزهره بسبب ان هي بتخاف تلطش لها الملابس. بصوا بقى دلوقتي الغسيل خلاص، انا خلصت دوره الغسيل ودي دوره الشطف. بصوا حطيت مقدار كوبايه معياريه اللي انا اصلا بحطها مسحوق مثلا، او ميه بزهره، او دوني بخففه شويه ساعات يعني، وبعدين بنزل في الحله على طول بتاعه الغساله. انا نظام غسالتي زي ما قلت لكم بحط الحاجه كده من فوق. حلو قوي يا جماعه الغسالات الفوق اوتوماتيك في الموضوع ده، انك تقدري تفتحي الغساله وتحطي حاجه نسيتيها، او انك تفتحي وتاخدي حاجه مش عايزاها تخش في برنامج العصر مثلا، تاخديها كده زي ما هي وتنشريها انك تزودي مسحوق. يعني انا بصراحه الغساله الفوق اوتوماتيك دي بالنسبه لي ما شاء الله حلو قوي. انا سبت لكم الغساله تلف شويه علشان تعرفوا ان انتوا اول ما بتحطوها بتبقوا مثلا شايفين ايه ده كده هتلطش الهدوم. بمجرد ما لفت لفتين كده خلاص الزهره والدوني اختلطوا بالغسيل كله وما كانش فيه اي مشكله. هنعبي بقى الزهره والدوني بتوعنا في جيركن واحد. وكل اللي طالباه منك لما تيجي تستخدمي كوبايه المعياريه عشان تحطيها في الشطف، ان انت بس ترجي الازازه او ترجي الجيركن او تهزيه كده بس علشان خاطر لو في زهره مرقده. بصوا انا بالنسبه لي ما فيش اي حاجه مرقده خالص، لاني مقلبه كويس، ولان كمان زي ما قلت لكم الميه السخنه ساعدت على ان الزهره تدوب معايا في الدوني.
بحطها بقى في الازايز كده وباخد منها الكوب المعياري بتاعي. بلاش تعملي كميه كبيره قوي علشان انا معرفش دي لو قعدت فتره طويله عندي ممكن يحصل ايه. احنا مش مستخدمين مواد حافظه، فخلينا في الكميات القليله تخلص نعمل تاني. انا دلوقتي هوريكم بعد الغساله ما خلصت خالص. الغسيل ما شاء الله اهو، مفيش اي حاجه ملطشه، مفيش اي حاجه مبقعه، مفيش اي مشاكل خالص. بصوا منظر الغسيل اهو. فخلاص يا جماعه من هنا ورايح ان شاء الله انا هفرج لكم كمان الغسيل وهوريكم قدامكم ان مفيش اي اثر للزهره الزرقاء، غير ان هي بصوا مضيعه بقى الاصفرار بتاع الملابس ورجعت بقى الشكل الزاهي بتاع الغسيل بتاعنا بتاع زمان ده. انا خلصت الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ولكن ما تنسوناش بقى بلايك واشتراك في القناه. والله يا جماعه اللايكات دي هي اللي بترفع الفيديو وبتساعد ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس. يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.